عاملين ايه؟ هعمل معاكم النهارده سوربي البطيخ اللي هو ايس كريم البطيخ، بس عشان مش كريمي بنقول عليه سوربي. مش حاطه عليه اي كريمه. خفيف ومنعش جدا في الحر ده وصحي، معلوش اي مكونات خارجيه. جميل جدا، معمول من البطيخ وبس، وطعمه خطير ومنعش جدا في الحر ده. لو حابين تعرفوا الطريقه وتشوفوا انا عملته ازاي، تابعوا معايا بقيه الفيديو وشوفوا انا عملته ازاي. معانا هنا مع بعض عشان نعمل السوربيه البطيخ. هنحتاج بطيخ، طرنشات بطيخ كده نتلجيها نص تتليجة في الفريزر. طبعا مش تتليجة جامدة، ما تبقاش مخشبة جامد عشان ما تكسرجيش الكبة او الخلاط بتاعي. اهي يعني انا حطيته كده حوالي ساعة في الفريزر او نص ساعة على حسب التبريد بتاع الفريزر بتاعكم اهو. وهننزل بالكمية اللي احنا حابين نعملها في الخلاط او الكبة بتاعتنا. نزلنا اهي بالكميه اللي احنا عايزينها. معانا بقى عصره ليمون اهي. يعني انا عامله كميه كتيره فهحط ليمونه كامله. البذر طبعا انا مطلعه منه البطيخ، مطلعه منه البذر قبل ما ادخله فوق الفريزر. اطلع منه البذر الاسود اللي بيبقى فيه اهو. طبعا البطيخه مثلا كانت مسخه معاكم مش حابين تاكلوها، زهقتوا مثلا من البطيخ وعايزين تغيروا، ايس كريم البطيخه بيكون خفيف وبيرطب في الحر وفي نفس الوقت صحي، مفيهوش اي مكونات. انا عاملاه معاكم من غير اي كريمه ولا اي حاجه خالص. دلوقتي بقى لو البطيخ بتاعكم السكر بتاعه يعني مش مسكر، هنحط معلقتين كده من العسل اهو، يا اما هنحط آه معلقتين او 3 سكر. انا حطيت 3 عسل اهو، عسل ابيض. لو حابين بقى تحطوا سكر هتحطوا سكر عادي على حسب برضو البطيخ بتاعكم مسكر ولا ماسخ. وهحطه بقى اضربه كويس جدا مع بعض وارجع لكم تاني. ده كده بعد ما ضربته معايا هنسيب بقى في اي علبه كده اهو، يعني بالشكل ده كده اهو. انا مش حابه اصفيه، لو انتوا حابين تصفوه صفوه، انا مش حابه اصفيه. ولو لقيت بذره كده مثلا كانت موجوده نسيت اشيلها فهشيلها عادي بالمعلقه اهي. وادخله الفريزر بقى يجمد معايا، وهتقدموه وهتاكلوه باحلى طعم وهيرطب عليكم في الجو الجميل ده. هيجمد وهقدمه معاكم واوريهولكم. كده سوربيه البطيخ جاهز معانا، شايفين جماله. منعش جدا في الحر ده. جربوه بالطريقه دي هيعجبكم جدا جدا. ما تنسوش طبعا لو مش مشتركين في قناتي تشتركوا في القناه وتفعلوا الجرس، وما تنسوش اللايك والشير. اشوفكم على خير، باي باي.